اجري بسرعة يا واد يا حسين، هات لنا منه كيلو واتنين. الصلاة عالزين الصلاة عالزين، عظيمة يا مانجا، ريحة وشقاوة وكمان نقاوة. بسرعة على أقرب سوق جملة ليكي، هاتي الزبدية يا حبيبتي انتي وهي، وهاتي كمان المانجا العويس. أنا بس يعني عشان أبقى فاهمة، أنا اتضحك عليا ولا إيه؟ هل العويس عندكم ب35؟ طب والزبدية ب25؟ يلا بقى نخزن ونشوف ممكن تعملي إيه من المانجا وتخزنيها من السنة للسنة وكأنك لسه شارياها دلوقتي. يلا ورايا. يلا بقى يا جماعه نروح على الحوض مع بعض. بالنسبه للمانجا دي عويس، على فكره انا جبت نوعين طبعا زي ما قلت لكم، مانجا عويس ومانجا زبديه. تفتحي كده الحنفيه في الحوض او حتى في طبق يا ستي، وتجيبي فرشه وتغسلي المانجا كويس قوي. يعني احنا ما احنا هنقشرها، لا طبعا انت لو ما غسلتيهاش كويس هتبقى مش نظيفه من جوه. طب اشمعنى يا نهله جبتي زبديه وجبتي عويس؟ العويس طعمها حلو قوي، والزبديه هتديني سلايسز تخينه كيوبز كده محترمه، ما تتهريش مني في الفريزر. المهم يا ستي بقى، احلى طريقه للتقشير القشاره. يعني انا منك لو هتجيبي بال20 كيلو زي ما انا ما عملت، معلش يعني لو ما عندكيش قشره اشتري، ما تقوليش ما نهله السكينه هتنفع، عشان لو سكينه هتاكل معاكي في القشره كتير. طب في الحاله دي هتعملي ايه؟ لو انت مقشراها بالسكينه وخدت كتير في القشره، حضرتك هتحطي القشره في الخلاط، لان طبعا هنكون غسلينها، وتحطي معاها شويه ميه وتضربي ضربتين وتصفيها بالمصفى. ده لو انت مش مقشره بالقشره. لو مقشره بالقشره خلاص مش هتحتاجي تعملي خالص الخطوه دي، لان القشره ما بيكونش فيه لحم اصلا منها. يلا بقى نتكلم مع بعض شويه في ازاي تنقي كرتونه المانجا. اولا كده يا ريت تكوني رايحه سوق جمله، علشان ما لو يعني تاجر قطاعي هتبقى اغلى من كده. طيب يا ستي حتى لو انت مش عايزه تروحي، اهم حاجه عندي المانجا نفسها تكون ماسكه نفسها. ما قلتش تكون خضره وزي الطوب، وكمان ما تبقاش طريه كده ومهمطه، لازم تكون ناشفه هتقشريها بسهوله، ما تبقاش طريه معاكي. الناشفه بس، الناشفه اللي داخله على سوا هيبقى طعمها معسل. ناشفه وماسكه نفسها بس هي مستويه، مش ناشفه طوبه. انا دلوقتي خلاص قشرت كميه العويس وقشرت كميه الزبديه، وزي ما اتفقنا الميكس ده ليه؟ علشان الطعم في العويس والقوام التخين والقطع التخينه هتبقى من الزبديه. زي ما انتم شايفين بمسك البذره بجيبها يمين واقطع حته، واجيبها شمال واقطع حته، علشان تبقى كيوبز تخينه. حاولي تخلي الحتت اللي بتقطعيها كمان تخينه. بصوا زي ما انتم شايفين كده عشان تبقى متماسكه اهو. شايفين؟ المفروض والله كنت اعملها على مره واحده مش حتتين عشان تبقى اتخن من كده. يلا بقى هقول لك انا بس في الاخر يعني هنعمل ايه في البذره. قطعناها كلها مكعبات تخينه، على قد ما تقدري كبري المكعبات، على قد ما تقدري تخنيها. سلمى بقى هنا بصوا يا جماعه شايفين؟ يا سلام، كنت مسؤولة العويس. هي بقى دلوقتي اللي بتحب العويس جدا، وهي اللي حاولت تقطعها تخين بالطريقه دي، وهي برضو اللي بتحطها في الاكياس. وقالت لي يا مامي احسن طريقه بصراحه ان احنا نجيب بتاعه البسبوسه، على فكره اللي بنقطع بيها البسبوسه. طبعا كميات اللي جوه كل كيس براحتك، احنا حطيناها في الاكياس زي ما انت شايفه كده. حاولي تطلعي منها الهواء، وخلي بالك بعد ما قطعت المانجا كيوبز عملنا ميكس كده ما بين العويس والزبديه، عشان واحنا بنحطه في كل كيس يبقى كل كيس ميكس. عايزين ناخد الطعم من العويس والشكل الكيوبز الكبيره الحلوه من الزبديه، علشان لو شكل بس مش هتبقى طعمها حلو، ولو طعم بس مش هيبقى شكلها حلو. على فكره يا جماعه الكيوبز دي عملت معاكي، ممكن تعمل معاكي اكتر من 15 كيس كمان. تعملي بقى بصي كنافه بالمانجا، ترايفل مانجا، فروت سالاد، ده هيبقى الصوص بتاعها مانجا وجواها كيوبز مانجا. اي حاجه عايزه تعمليها، تعملي لها كريمه مثلا وتحطي عليها المانجا او فوقيها، او كجارنش حتى تزيين لاي شيء، حلوه في كل الاحوال. ايس كريم حتى جميله جدا. البذر كله اهو. احسن طريقه السكينه. يعني على فكره انا جبت المبشره حاولت، وبعدين جبت القشاره قلت لا 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 لا، جبت السكينه. احسن طريقه تحلفي بيها المانجا كده ان انت تعمليها بالسكينه. يعني انا شايفه ان المفروض ادي بذره لكل مواطن في البيت يقعد يسرح لها شعرها، بدل ما اديله منجايه سليمه احسن لي انا، يوفر معايا في المانجا. المهم يا ستي دلوقتي المانجا اللي طلعت من البذر دي انا عندي ليها افكار كتير قوي. ممكن نعملها مربى، وممكن نعملها عصير مركز ناخد منه ونخفف بميه، وممكن برضو تعمليها شربات بالطريقه اللي هقولك عليها، اللي هي تعتبر برضو نفس طريقه المربى. انا دلوقتي جبت حوالي نص كوبايه من السكر، كرملته على النار علشان السكر يبقى مركز، بدل ما احط كوبايه واتنين حطيت نص كوبايه، فلما تكرمليه العسل بتاعه هيبقى مركز. وبعد لما يتكرمل تحطي عليه المانجا. السكر هيتكتل شويه معاكي، وبعد كده هيفك تاني بعد شويه. خليكي معاه وخلي ايدك فيه، بس اول ما يبتدي يغلي اوعي
تفتحي عليه الغطا لحسن هيلسعك، يخلي بالك جدا من الموضوع ده. انا بس بفتح عليه كده ايه بسرعه وعلى استحياء واروح قافله عليه تاني. طب انت بتعملي ايه دلوقتي يا نهله؟ عندك حاجه من الاتنين، يا اما هتعصري عليه الليمون وتسيبيه يتسبك على الاخر ويبقى مربى، يا اما برضه هتعصري عليه الليمون كماده حافظه للشربات وتقسميه كده في اكياس من غير لما تسبكيه على الاخر قوي قوي يعني علشان يبقى شربات. هتعملي فيه ايه ده يا نهله بقى؟ هحطه في الفريزر، ولما اطلعه هفضي محتويات الكيس في الخلاط واحط عليه كوبايتين 3 ميه متلجين وشويه تلج واضربه في الخلاط، وان شاء الله مش هيحتاج سكر ولا حاجه، وهيبقى احلى شربات مانجا معاكي. ويا ريت يا جماعه ما نربطش اكياس الساندوتشات كده بشكل مكلكع وكور. حتى لو ما عندكيش الاكياس دي بططي اكياسك وطلعي منها الهواء، وبعد ما تبططيها وتفرديها خالص ابقي اربطيها في الاخر. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بحبكم جدا جدا، والحقوا اشتروا المانجا بسرعه جدا جدا. باي باي.